النهاردة هنقدم وصفة جميلة جدا لكل متابعين الشيف دودو. كنافة القشطة خطوة بخطوة قدامكم. زي ما انت شايفة كده، كنافة نفس طريقة عمل المحلات. كنافة لذيذة جدا، ممكن تعديها في أي وقت سواء في رمضان أو في أي وقت لأسرتك. من الحلويات الشرقية الجميلة جدا. زي ما انت شايفة كده قدامنا، في قمة اللذاذة. جربيها وهتعجب الأسرة كلها. هنجيب سلطانية أو أي حاجة مقلاية كبيرة، هنحط فيها كوبايتين ونص من المية وكوبايتين ونص من السكر. تبقى نفس الكمية، كوبايتين ونص مية على كوبايتين ونص من السكر. وهنحط رشة صغيرة من ملح الليمون، لو مفيش هنحط نص ليمونة صغيرة كده. ده هيبقى محتويات العسل بتاعنا. هنجيب بولة ونحط فيها نص كيلو كنافة نكون محضرينها قبليها من الفريزر، عشان نقدر نفركها كده زي ما انت شايفة. الكنافة تتكسر معاك زي ما انت شايفاها كده بنفس الطريقة. وهنحط عليها نص كوباية سكر بودرة، وهنخلطها زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. ونص كوباية زبدة أو سمنة زي ما انت تكوني محضراها كده تبقى سايحة، مدفيها شوية كده عشان تبقى سايبة معاكي. وهتخلطي الكنافة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. عايزين نخلط كل المكونات، السمنة والسكر في الكنافة زي ما انت شايفة كده، تبقى النتيجة زي ما انت شايفاها كده قدامك. وهنقسم الكنافة بتاعتنا نصين. هنجيب الصينية بتاعتنا، ممكن مقاس 30 في 50 أو 30 في 40، وهندهنها بالسمنة زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي عشان الكنافة بتاعتنا ما تلزقش. وهنبتدي ننزل بالنص الأولاني الكنافة، هنفرده كده بالتساوي على أساس ما يبقاش فيه حتة تخينة وحتة رفيعة. وهنبتدي نسد جميع الفراغات اللي موجودة في الصينية، تبقى كلها كأنها حتة عجين واحدة. ونعمل حروف صغيرة كده عشان لما ننزل نحضر الكريمة بتاعتنا وننزل بيها تبقى متدارية بالحروف الكنافة. الطاسة اللي احنا حطينا فيها المية والسكر، هننزل بمعلقتين مية ورد كده عشان نجهز. ده هيبقى العسل بتاعنا. هنجيب بولة هننزل فيها معلقتين كبار سميد، وكوب من دقيق الذرة النشا، و5 أكواب ونص حليب زي ما انت شايفة كده. أو هي تقريبا هتبقى كيلو اللبن اللي هو الباكيتات. هتفضيه كله كده إلا سنة صغيرة، وهتنزلي بيه كده زي ما انت شايفة في حلة. دي هنحضر الكريمة بتاعتنا وهنقلب المكونات بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. يبقى نتيجة الخليط بتاعنا كده. هنحط كوباية أو 3/4 كوباية الكريمة السايحة، وننزل بمعلقتين مية ورد كده بردك تاني على الكريمة بتاعتنا. وهنقلب بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده، بهدوء جدا كده لغاية ما يتمزج الخليط كله يبقى خليط واحد. تحس ان الخليط متماسك كله مع بعضه زي ما انت شايفة كده. دي هتبقى نتيجة خليط الكريمة بتاعنا. لازق كده، تقيل كده، وفي سنة سيولة بسيطة كده. هننزل بالخليط بتاعنا فوق الطبقة الأولانية من الكنافة زي ما انت شايفة كده، وهنفرده بالتساوي في الصينية كلها. مش عايزين نسيب أي فراغ في الصينية. على مهلك كده بالراحة. ممكن ننزله بفستق أو مكسرات، أي نوع مكسرات انت بتحبيه. في ناس بيحطوا زبيب وجوز هند وحاجات من دي. وهنبتدي ننزل بقى بالنص التاني من الكنافة بتاعتنا، ننزل بيه واحدة واحدة نفس الطريقة كده عشان نقدر نملى الصينية كلها بدون فراغات.
وهنسويها بالراحة كده، بالراحة، عشان تحت هيبقى فيه الكريمة ما تعومش معاكي، بإيديكي كده واحدة واحدة هتساوي، تحاولي تسد أي فراغات. وهندخلها في الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 220. ودي بتكون نتيجة بعد ما تطلع من الفرن كده. ممكن لو عايزة تقلبيها أو تستخدميها في نفس الصينية عادي. احنا قلبناها في صاج أكبر شوية، مقاس أكبر شوية، زي ما انت شايفة كده. دي النتيجة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، قطعة واحدة. هننزل بقى بالعسل اللي احنا حضرناه. ما تخلوش لازق جدا، خليه سايل كده، يعني ما تسيبوش لغاية ما العسل يتقل معاكي. هننزل نشرب الحواف كده، ونسقي قلبه جوه الصينية، وننزل برشة مكسرات فستق كده خفيفة على الوش. من أجمل الوصفات شهر رمضان بإذن الله. هنعمل لكم وصفات حلويات كتير جدا، وطرق مختلفة للكنافة والقطايف وكيكات وتورت وجميع أنواع الحلويات، غربي وشرقي. زي ما انت شايفة كده النتيجة، أحلى كنافة، أجمل من بتاعة المحلات، وانت عارفة بتتعمل ازاي في بيتك. رجاء الاشتراك في القناة وشيروا الفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد، وحتى يصلكم كل ما هو جديد. زي ما انت شايفة كده الكنافة بتاعتنا، وبالهنا والشفا لكل أفراد الأسرة. من أسهل الطرق. برجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وشيروه لأكبر عدد. بعد كده بنقسمها كده في أطباق لأفراد أسرتنا. نص كيلو كنافة هيعمل معاكي كمية كبيرة بالكريمة. زي ما انت شايفة كده بنقسمها في أطباق كده قطع على حسب عدد أفراد الأسرة. من أجمل وصفات الكنافة بالكريمة، وقمة الروعة، وبالهنا والشفا زي ما انت شايفة كده. بالهنا والشفا.